كان أقرب عسكري إلى الملك حسن الثاني، اللي كان كيعامله بطريقة جد راقية وزوينة ومحترمة، وكان كيرعاه وكيهتم به، وكان فعلا من أفضل العسكريين في المغرب. لكن هذا الجنرال غادي يطلع غدار وغيتغر بالسلطة وغينكر الخير ديال محمد الخامس والحسن الثاني، وغادي يقود انقلاب دموي ضد الملك حسن الثاني. قصة اليوم من قصص التاريخ المغربي الحديث، قصة انقلاب الجنرال مذبوح. قبل ما نبدأ ما تنساش لايك واشتراك دعما للمحتوى المغربي الهادف. مذبوح من مواليد مدينة أغنو 1927 بمنطقة الريف المغربية، كينتمي لأسرة ميسورة الحال. وعرفتي علاش كنيتو مذبوح بعدا؟ فيها قصة خيانة أيضا، وهاد الكنية غادي تعقدو في حياته. ومذبوح حسب المقربين منه كان كيعاني من عقدة نفسية تجاه الكنية ديالو، والسبب لأن الأب ديالو للأسف كان يعمل مرتزقة مع الليوطي. الأب ديالو كان خائنا، خان الناس ديال الريف المغربي وشارك مع الليوطي في الهجوم ديالو على الريف. الناس ديال الريف غيشدوا الأب ديال المذبوح وغادي يحاولوا أنهم يقتلوه ويذبحوه، ولكن الأب ديالو ما ماتش، ومن ثم كنوه المذبوح. هذه الكنية عقدت هذا الجنرال لأنها كتفكروا في الخيانة ديال الأب ديالو، خيانة للمغاربة. كيفاش أن الأب ديالو كان مرتزقة من ضمن الجنود ديال الليوطي، كنية تحمل في طياتها العار والخيانة. كانت نقطة تحول في شخصية مذبوح، والغريب أن الشخصية ديال هذا الرجل كلها تناقضات. في البداية ديالو كان نزيها وما كيستغلش المنصب ديالو باش يجمع الفلوس والثروة كما كيديروا واحدين اخرين. السيرة الذاتية ديالو مزيانة، هادشي اللي غادي يخلي محمد الخامس يعينه وزير ديال البريد، وهو وللإشارة هو أول عسكري دخل الحكومة المغربية. ومن هنا غادي يدير علاقة مزيانة وطيبة مع ولي العهد آنذاك الحسن الثاني. مذبوح بفضل المنصب ديالو في وزارة البريد غيتقرب من جهاز المخابرات، وبقى كيوصل تقارير الحسن الثاني، وتمكن أنه يعرف مجموعة ديال المعلومات الخطيرة على كل المسؤولين في المغرب. بفضل هذا المنصب ديالو من إفشال مؤامرة ضد الحسن الثاني عام 1963. وفي عام 1964 مذبوح غادي يمشي وغادي يشهد في المحكمة ضد الفقيه البصري اللي كان طلب منه معلومات خاصة عن المكان اللي كينعس فيه الحسن الثاني والمعلومات الخاصة باش يصفي عليه. وهكا تمكن مذبوح أنه ينقذ الحسن الثاني. هنا كاينه مفارقة كبيرة في شخصية مذبوح، كيفاش واحد اعتقل ملك من مؤامرات خطيرة وفي نفس الوقت غيدير الانقلاب عليه. الجنرال محمد مذبوح عزيز عليه يلعب الغولف. واحد المرة مشى في مهمة لأمريكا، وفي ميريكان عنده واحد الصديق ديالو سينياتور أمريكي كيمشي هو وياه يلعبوا الغولف. في الملعب ديال الغولف غادي يخبروا هذا السينياتور بأن هناك فساد ورشوة خطيرة في الحكومة المغربية وبدرجة كبيرة، وأن بعض المسؤولين المغاربة طلبوا رشوة كبيرة من شركة أمريكية مختصة في الطيران سميتها بانام. هاد الشركة بغات دير واحد الوطيل في كازا، لكن المسؤولين المغاربة باش يعطيوها ترخيص طلبوا منهم رشوة كبيرة. هنا مذبوح غيتصدم من هذه المعلومة، ولكن الأمريكي عطاه واحد دليل ملموس، عطاه لائحة بأسماء هاد المسؤولين اللي فيهم وزراء وغيرهم. مذبوح خد اللائحة وقطع المهمة ديالو الرحلة ديالو في ميريكان ورجع عند الحسن الثاني بسرعة وخبروا بالمعلومة. الحسن الثاني طرد الوزراء والمسؤولين الرشيوية اللي كاينين في هذيك اللائحة واللي عندهم علاقة بقضية الرشوة في شركة بانام. لكن مذبوح ما غاديش يعجبو الحال، لأنه كان باغي الملك يعاقبهم عقوبة قاسية ويجردهم من الممتلكات ديالهم ورميهم في الحبس. هذا الموقف ديال الحسن الثاني تجاه هذه القضية ما غاديش يعجب مذبوح، وهنا غادي يقرر أنه يسقط نظام الحسن الثاني ويدير انقلاب عسكري، لأن العقلية ديال مذبوح ما غاداش تستوعب أسلوب ديال الحسن الثاني اللي كان كيخدم السياسة والدبلوماسية باش يحل المشاكل.
عكس مذبوح اللي بغى يطرق المسمار من النهار الأول وبالقوة. وهذا الشيء طبيعي، مذبوح هو عسكري لأن التفكير ديالو العقلية ديالو عسكرية، ما عنده لا مع السياسة ولا دبلوماسية. وهاد قلة العقل ديالو وقلة بعد النظر غتخليه يرتكب أكبر حماقة في حياته وفي تاريخ المغرب، انقلاب الصخيرات اللي غيدفع هو الثمن ديالو. مذبوح باش ينفذ هذا الانقلاب بدا كيفكر على شريك اللي غينفذ معاه هاد الخطة، شريك اللي غيكون تحت يدو جنود مجهزين بأسلحة وما كيخافوش، محتاج شي واحد اللي متمرد واخد موقف من الحسن الثاني، محتاج شخص ناقم على النظام الملكي وعلى الملك وعنده طموح في السلطة. هنا غادي يتفاهم مع بابو مدير مدرسة أهرموم اللي كتجمعوا به صداقة، وغيوضعوا الخطة ديال الانقلاب والخيانة الحسن الثاني وتصفية الملك بشكل نهائي. علاش اختار بابو؟ لأنه مدير مدرسة عسكرية ديال تكوين الضباط ومن أفضل المدارس في المغرب، وعنده علاقة مزيانة مع الجنود والتلاميذ اللي في هذيك المدرسة، وعنده في نفس الوقت علاقة مزيانة مع مذبوح، وعنده علاقة مزيانة كتجمعوا به. وعبابو ضامن الولاء ديال التلاميذ الضباط اللي عنده في المدرسة والناس اللي خدامين معاه، يعني راه ضامن واحد 50% من الخطة ديالو. هنا مذبوح غيتفق مع بابو وداروا أول محاولة انقلاب في محيط مدينة الحاجب، وهذه المحاولة سميتها الكمين العسكري للموكب الملكي، لكن فشلت هذه المحاولة لأنه تم إلغاء عملية الاغتيال والانقلاب في آخر لحظة، لأن الظروف الأمنية كانت غير مناسبة، لأن الناس المسؤولين على الأمن ديال الموكب الملكي كانوا دايرين خدمتهم مزيان، وغادي يتفقوا أن الانقلاب يكون يوم عيد الملك 1972. لكن هذا الانقلاب تنفذ ولكن فشل. هذا الانقلاب كان دموي وفشل، والسبب أن بابو شك في مذبوح، لأنه طلب منه ما يطلقش القرطاس ويكون انقلاب سلمي أبيض بدون سفك الدماء، لكن عبابو جا القصر باش يصفي الملك واللي معه. وقع خلاف بينهم لأن مذبوح رفض قتل الحسن الثاني، وهنا غادي يتهم عبابو بالخيانة وغيعطي الأمر للجنود ديالو باش يصفيوا المذبوح، وتم قتل مذبوح في قصر الصخيرات. انتهت حياة مذبوح، ومباشرة غينتهي انقلاب الصخيرات، وغيكون انقلاب دموي وفاشل في تاريخ المغرب الحديث. في الحقيقة مذبوح كان عنده واحد المنصب مسؤول ومهم جدا، كان بإمكانه أنه يحارب الفساد، ولكن كان عنده هدف هو إقامة جمهورية عسكرية بحال مصر على طريقة جمال عبد الناصر. مذبوح فعلا كان الهدف دياله هو معاقبة الفساد ومحاربة الفساد، والموقف دياله هو أنه ما عجباش طريقة الحسن الثاني في محاربة الفساد، هو أيضا كان مسؤول مهم جدا في الدولة، وكان رجل قوي وعنده سلطة كافية باش يحارب الفساد. لكن ليست المسألة رشوة وغضب من طريقة الملك هي السبب اللي خلاته يسعى إلى إسقاط النظام الملكي بالمغرب. الرجل كان يسعى بالدرجة الأولى إلى إقامة نظام عسكري حاكم في المغرب، كأن الرجل ورث الخيانة من الأب دياله، ولكن نجانا الله منه ومن الحكم العسكري، لأن المهمة ديال العسكر هو الدفاع عن الوطن وليس حكم الوطن. الحمد لله على نعمة الملكية، والدروس استفدنا من التاريخ وشفنا الدول المجاورة لنا كيف تئن في مستنقع الفساد والتخلف والجهل، والله يدومها نعمة الملكية على المغربنا الحبيب. القصة بقية، تلاقوا في فيديو جاي. السلام عليكم.